الإسبانية كيك الهشة اللذيذة الطرية المشربة قطر بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة، ومكونات إن شاء الله موجودة عندكم بالبيت، مكونات ما معقدة أبدا، بس تابعوا الفيديو للآخر لحتى تشوفوا الطريقة كاملة. وبطريقكم إذا عجبكم الفيديو دعموا لي الفيديو بلايك وشير للأصحاب لحتى ينتشر الفيديو ويشوفوا أكبر قسم من المشتركين. أنا سبق ونزلت طريقة الإسبانية بس الناشفة بدون قطر، وهي طريقة بسيطة للإسبانية كيك يلي بيحطوا لها قطر. هلأ بالبداية عندي حبتين من البيض، طبعا البيض لازم يكون بدرجة حرارة المكان أفضل، يعني إذا بدكم تدوبلوا المكونات ضاعفوا المقادير. هلأ حطيت أنا الفانيليا، ملعقة صغيرة من الفانيليا، وحطيت كوب واحد من السكر، وحطيت برش من البرتقال، برش بردقانة وحدة حطيتها. هلأ رح أخلط السكر مع البيض مثل ما شايفين. طبعا مثل ما قلت لكم إذا بدكم المكونات يعني تعملوا صينية كبيرة ضاعفوا المكونات. أنا هون عملت يعني قللت المكونات مشان أعمل صينية صغيرة. هلأ هون بعد ما حركت البيض مع السكر بشكل كتير منيح وفتح عندي الخليط، حطيت بأصغر كوب عندكم، يعني بأصغر كوب تشربوا فيه شاي بالمطبخ، حطوا عيروا فيه زيت نباتي، حركته بس شوي. هلأ رح حط جوز الهند هون ربع كوب، اختياري إذا بتحبوا تحطوا جوز الهند أو ما بتحبوا، طبعا هذا الشي بيرجع لكم، بس أنا هون حطيت كمان كوب واحد من اللبن الزبادي أو اليوغورت. هلأ رح حرك أنا بشكل كتير منيح، ورح ضيف نصف كوب من عصير البرتقال، هون التازة، بردقان تازة كنت عصرته جديد وحطيته. فيكن إذا بدكن تحطوا من الميرندا المياه الغازية، يعني مشروب غازي فيكن يعني، بس هون الأفضل إنه تحطوا عصير البرتقال. حطيت كوب واحد من الطحين، وهلأ رح حط كوب واحد من السميد الناعم أو الفرخة. السميد الخشن ما بيزبط هون بالوصفة طبعا. حطيت كمان ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ورح حط رشة من الملح، وحرك المكونات هون. بس اختلطوا مثل ما شايفين، بس اختلطت المكونات عندي. أنا رح كون دهن الصينية بشوية من السمنة أو زيت، وفضي المكونات فيها الخليط، ورح كون هون محمية طبعا الفرن على درجة 180. بدكن تراقبوها حسب كل فرن، يعني أنا ما رح أعطيكم يعني مقدار محدد للوقت اللي حطيتها بالفرن، بس بتاخد لها يعني من 20 ل 30 دقيقة أو بجوز أقل. انتو ضلوا طلوا عليها. هون بعد ما صارت عندي لسه هون سخنة نار، رح حطلها، رح شربها بالقطر. وفيكن إذا بتحبوا تقطعوها فورا أو بتستنوا عليها بس شوي لحتى يعني يكونوا القطع اللي رح تقصوهم يكونوا زابطين. أما إذا قطعتوها فورا هي وسخنة رح تبلش تفرط معكم. وهون القطر عندي كان بارد، ما ساخن، بارد. هون بعد ما حطيت القطر أنا، وحطيت لها شوي من مبروش جوز الهند، وتركتها لحتى بردت شوي. هون عم قطعها معكم مثل ما شايفين، القطع متماسكة وكتير ممتازة، وعن جد بتشهي ولا ألذ من هيك. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تدعموا لي إياه مثل ما قلت لكم بلايك وشير للأصحاب لحتى شوفوا أكبر قسم من المشتركين، واللي ما مشترك بقناتي يشترك ويفعل جرس التنبيهات لحتى يوصلوا إشعار إن شاء الله بكل فيديو أنا رح نزله بالأيام القادمة. وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات قادمة.